بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على سيراميكا في مباراة بطلها محمود البنا ومحمود عاشور، ورقم واحد محمود عاشور لأن في ضربتين جزاء في كرة واحدة. الكرة الأولانية في إيد كوكا، هيقول لك أصل جت في صدره وجت في إيده. طب التانية بتاعت ياسين مرعي جت فين؟ جت من رجل الراجل على طول على ايد الراجل، من رجل الراجل في رجل الراجل بتاع الاهلي ثم في ايد ياسين مرعي. هي الكرة دي مش اتحسبت في ماتش الاتحاد؟ حتى بتاع الاتحاد كريم الديب كانت ايديه ثابته. لا، كان محمود احمد عبد الغني، ولا اسمه محمد عبد الغني، كانت ايديه ثابته وجات له هنا واتحسبت عشان للنادي الاهلي. هنا النهارده الكرة بتيجي وتضرب في ايده، والحكم طبعا اللي يشيلها رقم واحد هو محمود عاشور، لان هو اللي قاعد على الفار. ما تنسوش ان محمود عاشور ده بتاع السنه اللي فاتت في ماتش الاهلي والزمالك، فاكرين برضه في السوبر المصري الكره بتاعت سيف الجزيري اللي هو حسبها اوفسايد، وكانت رجل ياسر ابراهيم سابقه رجله، جزمته كانت سابقه، اللي هي وش رجله كان سابق، والجزيري كان واتحسبت اوفسايد. ما احنا قلنا لو في عداله اي حد ياخد البطوله دي، انما هي معموله ومرسومه كلها عشان النادي الاهلي، والناس بتزعل لما نقول الكلام ده. مع العلم النهارده النادي الاهلي لغايه الجون بتاع سيراميكا هو الافضل، هو الاحسن، هو الضاغط، هو اللي مضيع، هو اللي انتشاره. اول كره سيراميكا بتروح للشناوي بيجيبوها جون، واخد بالك؟ وبعد كده جريدشار جاب الجون الثاني، يعني اول جون تريزيجيه والثاني جريدشار، واخد بالك؟ والمباراه ماشيه كويسه. طب فيها ايه؟ عايزين مره نشوف الاهلي والزمالك بيخسروا يا جدعان. هي العداله دي ما عدتش عليكم خالص. يعني انت النهارده النادي الاهلي عامل ماتش كويس لغايه الجون، بعد ما دخل فيه الجون هربت منه شويه المباراه، اتجرأت فرقه سيراميكا. بعد كده اول ما الشوط الاولاني خلص ونزل الشوط الثاني الاهلي جاب جون. هو حرام ان يتحسب على النادي الاهلي ضربه جزاء؟ ما انتوا بتحسبوها يا جدعان، ما انتوا بتحسبوها للاهلي. طب انا هقول لكم على حاجه تانية. ماتش وادي دجله والحرس، نفس الجون اللي جابه جريديشار في ماتش بتروجيت، الكره دي فاولين في لعبه واحده، الاولانيه على ياسر ابراهيم الدفعه، والثانيه على بير رمضان اللي هو نط خد الراجل معاه ومفروض ان هي تتحسب فاول. نفس الكره دي في ماتش وادي دجله والحرس، نفس الكره عملها الفيرود بتاع وادي دجله، دخل الجون اتحسبت فاول. قولوا لنا بقى التحكيم هنا مين اللي صادق ومين اللي مش صادق؟ مين اللي هو بيطبق اللوائح ومين اللي ما بيطبقش اللوائح؟ عايزين نعرف يا جدعان. ما انت تتفاجئ ان هي في مباراه الاهلي تتحسب، في مباراه وادي دجله والحرس ويضيع منه 2 بونت. طب قدر الفرقه دي هتهبط، ال2 بونت دولت هتهبطهم، يرضي ربنا؟ ما انت هنا وانا شايف ان هو الراجل بتاع وادي دجله اللي هو مش عارف اسمه ايه، سيد منير ولا اسمه ايه، صح، هو صح، لان في احتكاك، ومش الاحتكاك بتاع بير رمضان مع الراجل بتاع بتروجيت، ولا الدفعه الاولانيه بتاعت ياسر. واحنا بنقول ان احنا مش عايزين نتكلم على الحكام، بس انتوا اللي بتخلونا بنتكلم فن اهو، ما بنتكلمش ولا بنتكلم فني. كور دي بتتحسب لنادي معين وكور تانية ما بتتحسبش، ويطبقوا القانون بحذافيره. هو اخر دقيقه دي حرام ان انت تدي لسيراميكا ضربه جزاء؟ مش ده حقها؟ فينك بقى يا عم علي يا ماهر؟ انت في ماتشات الزمالك وماتشات بيراميدز بتطلع تولع الدنيا، وانا تعالى بقى اقول ايه؟ ان لعيبه النهارده عملت كل حاجه في الكوره، وتنسى خالص ان انت اتظلمت في ضربه جزاء، ضربتين جزاء في لعبه واحده، كوكا وياسين مرعي، ومحدش يقول لي اصل جت في صدره وجت في ايده، والتاني اصل جت في مش عارف ايه وجت في ايه. طب اشمعنى بتاعت الاتحاد بتاعت محمد عبد الغني الراجل ايده كانت في جسمه واتحسبت؟ وبعد كده في ماتش بتروجيت فاول اتطبق في مباراه الاهلي جون، وفي ماتش وادي دجله والحرس تتطبق ان هي فاول. وانا شايف ان هو القانون بتاع وادي دجله هو اللي صح، يعني المفروض بقى بتاع بتروجيت تبقى فاول،
مع ان بين رمضان كان راكب على الراجل خالص، انما ده كان احتكاك عادي والراجل حطها في نفسه، ورغم كده اتحسب عليه وقال لك اصل هو ايه، احتك بيه. فانا ما اعرفش بصراحه ما تدوها للنادي الاهلي ونخلص يعني بصراحه، يعني عشان ولا تروح ولا سفر ولا بتاع ولا تتعب الناس ولا جماهير الزمالك تروح ولا الفرق تروح وتغلب نفسها والكلام ده. ادوها للفرقه وخلاص اللي هي بتتعمل عشانه، يعني السنه اللي فاتت والسنه دي. ده بصراحه الكوره مش كده، الكوره بصراحه الكوره يعني خسران وكسبان، خسران وكسبان. فانتوا ليه عايزين نادي واحد بس هو اللي يكسب، نادي واحد هو اللي يكسب؟ انا مش عارف يعني. انتوا بتضيعوا متعه الكوره وحلاوه الكوره وجمال الكوره، بتضيعوها عشان يا عم يخسر، ايه المشكله؟ هتقول لي اصل البطوله والاعلانات ولازم النادي الاهلي يبقى موجود في النهائي خلاص ريحوا دماغكم واعملوا السوبر دوت للنادي الاهلي وخلاص وادوا له البطوله، بدل ما يبقى في سفر وفي هرك البيراميدز والسيراميكا وفرق الظلم وفرق الدبح وكل ده ليه؟ انا بصراحه انا يعني انتوا ضيعتوا حلاوه الماتش بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن من احسن ماتشات للنادي الاهلي الماتش ده، بس انتوا ضيعتوه بالتحكيم اللي هو حصل ضربه الجزاء دي. لو للنادي الاهلي كانت هتحسب وش حتى لو جت في مش في بطنه، ده لو جت في رجله هيقول لك ضربة جزاء، يعني لو جت في رجله وجت في ايده هيقول لك لا ضربة جزاء. فبصراحة الموضوع بقى بوخ قوي وكلح قوي ومفقوس قوي والشكل بقى وحش قوي. يلا مبروك بقى وخلاص. يا مساء الفل، مليون مبروك للاهلاويه. بس قبل ما نقول مبروك هنقول كلمتين لوجه الله وكلمتين بما يرضي الله. اقسم بالله سيراميكا لها ضربتين جزاء. ايه يا احمد، ايه ضربه واحد ضربتين جزاء؟ ضربتين جزاء. بصوا عايزين كلام كده ولا نضحك على بعضنا؟ احنا ما بنعرفش نضحك على بعضنا، ما بنعرفش. سيراميكا كليوباترا ليها ضربة جزاء، الاتنين في لعبة واحدة، لمستين الايد في لعبة واحدة هي ضربة جزاء. حكم جون حرام، بتاع ده مكسب حرام. ماشي، قول زي ما انت عايز تقول ايها الزملكاوي الجميل، قول زي ما انت عايز تقول، والله انا معاك في اللي انت بتقوله. الاهلي لا يستحق ان هو يكسب الماتش ده، الاهلي لا يستحق. بيقول لي بقى المدرب بقى لعب والسوشيال ميديا كلها غرقانه دلوقتي ان المدرب ايه المباراه العالميه دي. مفيش يا جدعان، انتوا شايفين ماتش تاني احنا مش شايفينه؟ انتوا شايفين اداء تاني احنا مش شايفينه؟ انا مستغرب جدا. السوشيال ميديا خربانه دلوقتي، فيسبوك كله ترب خارب الدنيا، ترب مش عارف ايه ومدرب عالمي. يا جدعان تضحكوا على نفسكم. اوعى المكسب الحرام ده يحسسك ان احنا عندنا مدرب ولا عندنا لعيبه، والمصحف لا عندنا مدرب ولا عندنا لعيبه، لا في مدرب ولا في لعيبه. وبعدها تاني وتالت ورابع، اوعى المكسب الحرام ده يحسسك ان انت عندك مدرب وعندك لعيبه. انت لا عندك مدرب ولا عندك لعيبه، انت على الله الحكايه، انت على الله الحكايه. انت بتنزل شويه حزق من تريزيجيه على شويه جري من زيزو، والباقي على الله بقى، الباقي على الله. جبنا جون بالصدفه، يقول لي كده احنا جبنا جونين صح؟ جبنا احنا جونين. الجون الاول عرضيه جميله، عرضيه جميله ما نقدرش ما نختلفش عليها، ما نختلفش عليها. انما الرئيسيه بتاع تريزيجيه انا بقول لك حظ، والله حظ وصدفه، والله صدفه. الجون التاني جردشار، في اكتر من كده صدفه؟ في اكتر من كده صدفه؟ رد عليا. في اكتر من كده؟ مفيش اكتر من كده صدفه. جونين بالصدفه، جونين بالحظ. شفت انت بقى جون سيراميكا مرتده يا باشا، ملعوبه رفعت جميله جدا من فوق جميل، جون حلو، جول جميل. انت بقى يا صديقي الصدوق، فين انت يا ناس يا اللي بتتكلموا عن المدرب واللعيبه؟ انتوا فين؟ قول لي كده على جمله تكتيكيه حصلت في الماتش. مفيش، والله مفيش.
قول لي كده على كرة ثابتة لعبناها بطريقة معينة، قول لي كده على ركنية لعبناها بجملة متحفظة للاعيبة، مفيش. بستغرب جدا الناس اللي بتطبل للمدرب، بتطبلوا كتير قوي يا جدعان من غير ما نشوف حاجة. يعني انتوا تطبيل بس، انتوا بتطبلوا بس، بتطبلوا من اجل التطبيل. الناس بتطبل من اجل التطبيل بس، مش من اجل حاجة تانية. مش فاهم ليه، انا مش فاهم. مدرب عالمي ومدرب يا جدعان، لا مدرب ولا لعيبة. ماتش النهارده احنا كسبناه والله 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 عشان خاطر الجماهير اللي اتحرق دمها، تمام، والحكم على الله، سواء الحكم البنا او اللي على الفار. يا باشا ليهم ضربة جزاء، يا باشا سيراميكا لها ضربة جزاء. احنا هنحور على بعضينا؟ ليها ضربة جزاء، مش هنحور احنا. تاني، نعيد تاني. سيراميكا ليها ضربة جزاء، بلاش تحوير على بعضينا، بلاش نحور على بعضينا. سيراميكا ليها ضربة جزاء، بلاش نكذب على نفسنا، ليها ضربة جزاء، مكسب حرام. واوعى بقى المكسب الحرام ده يحسسك ان انت عندك مدرب ولا عندك لعيبة. انت لا عندك مدرب ولا عندك لعيبة ولا عندك فرقة. وحد الله في قلبك، وحد الله في قلبك، اذكر الله، اذكر الله وصلي على النبي، اذكر الله وصلي على النبي. حد كده من حلال بيفهم كورة، عشان ما بفهمش انا كورة. حد ابن حلال يكون بيفهم كورة يجي يقول لنا ويفهمنا الاهلي عمل ايه النهارده، انهي جمله تكتيكيه النهارده حصلت في الماتش، انهي جمله تكتيكيه النهارده حصلت في الماتش، انهي كره ثابته النهارده اتلعبت بحاجه متحفظه، بجمله بلعبه متحفظه، المدرب محفظها مثلا اللعيبه. جالنا النهارده عرضيات كتير جدا. قول لي كده، تعالى كده يا صديقي، يا صديقي اللي عمال تطبل على الفيسبوك، وقول لي انا عرضيه اتلعبت بحنكه معينه من المدرب، بجمله كده محفظه للعيبه. مفيش. في؟ قول لي في. مفيش. لو في قول لي، لو في تعالى قول لي، انما والله مفيش يا باشا. احنا على الله الحكايه النهارده. احنا بص، المنظر يبان بنهاجم، في حمقى، في مش عارف، في حزقه، في حزقه، في مش عارف ايه، انما غير كده مفيش. في مدرب مفيش. عندك انت مدرب؟ ما عندكش والله، ما عندك. كذاب وبيكذب على نفسه وبيكذب عليك اللي فاهمك ان انت عندك مدرب. اللي يجي كده ويفهمك ويقول لك ان انت عندك، والله العظيم بيكذب عليك وبيغشك، انت عندك فرقه والله بيغشك، بحياة ربنا بيغشك. حول ولا قوه الا بالله. بص يا صديقي، نقفل الفيديو، انا جاي اقفل لك بقى. بص، هما كلمتين جيت هترشهم وخلاص وهتكل على الله، لان الماتش النهارده ما فيهوش حاجه تحكي فيها وما فيهوش حاجه تتكلم فيها. جملتين جاي هترشهم لك، وانت بقى انت وضميرك بقى، انت شوف. كذاب وما بيفهمش اللي يفهمك ان انت عندك مدرب ولا عندك لعيبه. كذاب وبيغشك، اسمع مني بس، اصل انا عارف والله العظيم السوشيال ميديا دلوقتي مليانه تطبيل، مش فاهم ليه، انا مش فاهم ليه. كذاب وبيغشك اللي مفهمك ان انت عندك فرقه، كذاب وبيغشك اللي بيفهمك ان انت عندك مدرب. اوعى يا صديقي المكسب الحرام ده يحسسك ان انت عندك مدرب ولا عندك فرقه. اقسم بالله لا عندك مدرب ولا عندك فرقه، انت على الله الحكايه. انت كل الفكره تريزيجيه بيحزق شويه، زيزو بيعافر شويه، وانت ونصيبك بقى، انا قلت اللي عندي. سلام.